السلام عليكم. مش عايزين نخلي حاجز اللغة يمنعنا ان احنا نتعلم الجيرني. عشان كده النهاردة هنستخدم جوجل بارد يساعدنا نكتب اوامر او prompts لميدجرني. لو ليا اكونت على جيميل اقدر افتح جوجل بارد وهنا اكتب له البرومبت بتاعتي او الامر بتاعي. هكتب له ايه؟ ساكتب اليك اوصاف لصور باللغة العربية. اريدك ان تحولها الى اوامر لبرنامج ميدجرني بعد صياغتها لتصبح صور، خليها صور، غاية في الإبداع. أريدك أن تكتب البرومبت في جملة واحدة باللغة الإنجليزية. محتاج أكتب له كلمة برومبت عشان يفهم بالظبط أنا عايز إيه، وهدوس هنا انتر. بيرد عليا سأحاول تحويل الأوصاف التي تقدمها إلى أوامر لبرنامج ميدجرني وهكذا. طيب هقول له دلوقتي هنا بيقول لي ده أخبرني بأي أوصاف تريد أن تتحول إلى أوامر. هكتب له أول وصف ليا: حديقة مليئة بالأشجار والزهور وقت الصباح بألوان زيتية زاهية. تعالى كده ناخد البرومبت دي اللي حطها لي. عايز افهم اي كلمه احطها على جوجل ترانزليت وافهمها. بعد كده هدخل على ميدجرني، imagine paste، واخلي الاسبكت ريشيو 16:9. يبقى انا كده اتخيلت حاجه باللغه العربيه كتبتها البارد حولها لي لبرومبت بعملها بيست في برنامج ميدجرني واشوف النتيجه. اهم حاجه في الموضوع البرومبت اللي بنكتبها في الاول. ابتدى الشكل يظهر، دي اول صوره، اشجار، زهور، الوان زاهيه وكأنها مرسومه بالوان زيت. ودي تاني صوره جميله جدا. تالت صوره رائعه حلوه جدا. ودي رابع صوره روعه الصراحه، غايه في الروعه، غايه في الجمال. طيب دي كانت اول حاجه. يبقى انا ترجمت افكاري باللغه العربيه كتبتها لجوجل بارد وهو حولها لي لبرومبت. تعالى كده نشوف تاني فكره ممكن نكتبها. قطه صغيره لطيفه تاكل السمك. تعالى ناخد البرومبت ميدجرني imagine paste. نكبر الصورة، ما طلعتش زي ما احنا عايزين. ليه ما طلعتش زي ما احنا عايزين؟ لان ميدجرني ساعات لما تكتب له كلمة زيادة بيفهمها غلط، بتأثر عليه في الصورة. ادي الصورة الاولانية ما فيهاش سمك اصلا. الصورة التانية القطة نفسها جوه البولة دي. الصورة التالتة نفس الكلام، الرابعة نفس الكلام. ده حصل ليه؟ ميدجرني اتلخبط لان انا ضللت وحطيت له كلمة in a bowl of water. ماشي، انا دلوقتي هشيل الكلمة دي واخد بس الجزء ده واقول له imagine a cute kitten eating a fish. ما كتبناش الاسبكت ريشيو، مش مشكلة. لما انا كتبت له او جوجل بارد كتب له in a bowl of water يعني البولة دي فيها مية اكن يعني جواها سمك، تمام؟ فهو فهم غلط وما طلعليش السمكة، طلع القطة نفسها جوه البولة. لما انا شلت دلوقتي الجملة اللي لخبطته اللي هي البولة اللي فيها مية، في الحالة دي هو فعلا قدر يفهمني صح. طبعا هنا سمكة طايرة، دي قطة عايز تاكل سمكة كأن السمكة طالعة من المية والقطة مستنية تاكلها، وهنا القطة ماسكة السمكة بتاكلها. يبقى كل ما اكون سبيسيفيك او دقيق اكتر كل ما اوجه ميدجرني عشان يفهمني صح. تعالى كده نشوف تالت برومبت. ندخل على جوجل بارد نكتب له تالت واحدة: صورة مكبرة لنملة تمشي على الرمال. تعالى كده ناخد اللي كتبه لي جوجل بارد وادخل هنا واقول له imagine. انا هنا ببقى عايز اعرفك حاجتين: اول حاجة ازاي بكتب لجوجل بارد، تاني حاجة ان انا كمان بتعلم ازاي اتخيل حتى باللغة العربية واكتبه لجوجل بارد.
دي صورة مكبرة لنملة تمشي على الرمال. لو كبرت الصورة، دي أول صورة مكبرة لنملة، ودي صورة الرملة. بص هنا ذرات الرملة نفسها كبيرة ازاي. دي الصورة التانية جميلة جدا. الصورة التالتة، وهنا الصورة الرابعة. آخر حاجة هناخدها النهاردة، تعالى نرجع لجوجل بارد وأقول له نهر يجري بين الأشجار وفي الخلفية سلسلة من الجبال. هاخد الكلام ده أعمله بيست. ما تنساش تتعلم من جوجل بارد، تترجم اللي انت مش فاهمه وتدخل على ميدجرني تكتب البرومبت. مع الوقت هتتعلم ازاي تعدل في البرومبت باللغة الإنجليزية. تعالى نكتبها تاني ونخلي الاسبكت ريشيو أكبر 16:9، خليها ريكتانجل. ودي الصورة النهائية لنهر يجري بين الأشجار وفي الخلفية سلسلة من الجبال. تعالى كده نكبرها. فعلا نهر اهو، ودي أشجار وفي الآخر سلسلة من الجبال. لما نكبر الصورة اهي، ودي الصورة التانية، ودي التالتة، هنا التالتة عشان نمشي بالترتيب، دي هنا التالتة، ودي الصورة الرابعة. نرجع تاني، ودي لما اغير في الاسبكت ريشيو نكبرها برضو قريبة من الصورة اللي هي السكوير. دي الصورة الأولانية لما غيرت الاسبكت ريشيو، نهر، أشجار، جبال، نفس الكلام. وهنا التالتة، وهنا الرابعة. هنا النهر تقريبا مفهوش مية. فدي هنا الأربع صور. هتلاقي الفروقات بينهم بسيطة. عايز أغير الفروقات، عندي بارامتر اسمه سي هنتعلمه إن شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله. طيب كده احنا اتعلمنا. بدخل على جوجل بارد. أهم حاجة البرومبت الأولانية دي أهم برومبت أنا بكتبها لجوجل بارد. منساش إن أنا بقوله هكتب لك باللغة العربية، حولها لبرنامج ميدجرني، أعيد صياغتها عشان تكون الصور غاية في الإبداع. عايزك تكتب لي البرومبت في جملة واحدة باللغة الإنجليزية. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله من سلسلة تعلم ميدجرني. السلام عليكم ورحمة الله.